بُصّي، كل اللي داخلين أوريفلام مبتدئين جديد بيسألوني إحنا إزاي نعمل نُقط وإحنا لسه مش فاهمين أي حاجة ولا عارفين المنتجات ولسه أول مرّة نشترك. هاقول لِك 5 طرق سحرية من خبرة 7 سنين شغل مع أكتر من 100,000 عضو، إزاي تجمّعي نُقطِك بسهولة. استخدمي منتجات ليكِ الأول، كل بيت بيجيب حاجات نظافة شخصية ممكن تبدئي ب1000 جنيه براحتك، زي مثلًا كريمات ليكِ، ماسكارا، روج، محتاجة معجون سنان، مزيلات عرق رجالي وحريمي، عندِك أطفال هتجيبي لهم حاجات للشعر مثلًا، عيلتِك، مامتِك، باباكِ، هتجيبي شوية احتياجات البسيطة للبيت، فبدل ما تروحي تجيبي الحاجات دي من هايبر ماركت أو من الصيدلية، طب ما أنتِ وفّري الفلوس دي وهاتي بيها من أوريفليم، منتجات جودتها عالية وواثقة فيها وعارفة إن هي هتجيب لِك نتيجة، بدل الحبوب اللي بقى لِك سنين مش عارفة تعالجيها وشعرِك اللي عمّال يُقع، ومامتِك لو عندها تجاعيد أو أنتِ نفسِك عندِك تجاعيد، أي مشاكل أو تصبغات، كل الحاجات دي أنتِ ممكن تعالجيه بالاستثمار اللي أنتِ هتدفعيه ده، في نفس الوقت أنتِ ضامنة إن الفلوس دي هترجع لِك تاني، بدل ما هتشتري نفس الحاجة حتى لو أرخص من مكان تاني، وفي الآخر مصيرها هتترمي لمّا تخلص صح؟ مش هتجيب لِك عائد بعد كده. وتاني حاجة أنا دمجتها لكم في أول حاجة لو خدتوا بالكم، إن أنتِ بتبدئي تشوفي احتياجات الناس اللي تعرفيهم، مامتِك، أختِك، صحابِك، جوزِك، قرايبِك، أي حد تعرفيه، ممكن تشيّري story مثلًا على الواتساب هتلاقي ناس تعرفيهم من الدايرة اللي أبعد شوية، بس أهم حاجة الطريقة، أنا ما ينفعش أروح أقول لهم يالّا اشتروا مني أو بصوا على الكاتالوج كده شوفوا أنتم محتاجين إيه، لأ مش كده يعني، أنتِ المفروض تشوفي احتياجاتهم، أنتِ دلوقتي بقيتِ مستشارة تجميل، وزي كده كأنِك دكتورة العيلة، هتشوفي إيه ده ماما أنتِ عندِك شوية تجاعيد هنا خلّيني أحط لِك الكريم ده هينفعِك جدًا وهيبقى مناسب أوي لبشرتِك وهيخلّيها نضرة وفريش، أنا باعمل كده مع مامتي عادي وأنا اللي باجيب لها الproducts المناسبة ليها وبادلّعها باحط لها أنا الكريم واقول لها بُصّي كده ده هيخلّي بشرتِك نضرة أكتر، ده هيفتحها، ده هيخلّيها فريش أكتر، لو في مشكلة في الإيد مثلًا بتنشف من كتر المواعين باجيب كريمات إيد، أروح لأختي أشوف كان عندها حبوب عالجت لها الحبوب، أنا جبت لها الحاجات بنفسي قُلت لها بُصّي استخدمي الروتين ده بالطريقة الفلانية، الغسول ده الصبح والغسول ده بالليل والكريم ده النهار والكريم ده بالليل والسيرم ده تحطيه على الحباية عشان لو ملتهبة تروح منِّك، كل الحاجات دي. منتجات الشعر برضه باعلّمهم الروتين يستخدموه إزاي، باورّيهم أنا بنفسي باعمل إيه، بيشوفوه عليَّ يشموا الريحة يقولوا إيه ده الله إحنا كمان عايزين من ده، الروجات، الماسكارا، الميك اب، وباعمل كده مع قرايبي بنتقابل بقى في المناسبات، في الساحل، في العيد، في أي حاجة، باخد معايا شوية products كده ليّا لإن أنا كده هاستخدمها دي حاجة، وباخد معايا زيادة مقفولين، ليه؟ لإن أنا عارفة كده هياخدوا مني، أستخدم الميك اب قدّامهم واورّيهم واقول لهم بُصّوا أنا لسه جايبة الروج ده جديد، بُصّوا أنا جايبة الأيلاينر ده جديد، حتى بُصّوا الأزرق ده اتطلب مني كتير جدًا لإن هو شكله حلو جدًا ومختلف، كل الناس طلبته مني، طلبوا مني الhighlighter، طلبوا مني الlip gloss، الحاجات كلها اللي أنا باستخدمها بتطلب مني على طول، فباخد معايا زيادة في الشنطة وبيتباعوا. اعملي offers بقى، ما أنتِ بتستفيدي بخصم من الشركة أيًا كان الخصم بتاعِك سواء أنتِ في نظام المبتدئين أو المحترفين، أنتِ ليكِ خصم، شوفي الخصم كام، ممكن تقللي عنه شوية أو تدّي بسعر الفاتورة على طول، أنا دايمًا باعمل كده، بادّي للناس offer باللي أنا باخد بيه، يعني أنا باشتري المنتج ب100 مثلًا هادّيه لهم ب100 فأنا كده كإني عملت لهم offer لإن هم بدل ما يشتروا بسعر الكتالوج لأ هم اشتروا مني أنا بالكود بتاعي، أو أعمل لهم كود يشتروا من عليه طبعًا المنتجات تقدر توصل لهم على البيت سواء على كودِك أو على أكوادهم، تقدري تحطي العنوان بتاعهم والأوردرات توصل لهم هم بالخصم، تعرّفيهم إن في offers من الشركة وهدايا، فخلّي الناس تستفيد معاكِ، ما تخلّيش كل المكسب ليكِ. في ناس بقى بتعمل جروب سواء على الفيسبوك أو على التليجرام أو على الواتساب وبيعرفوا يطلعوا منه نتايج حلوة أوي، أنا عن نفسي شاطرة في موضوع الجروب ده وتكبّريه وتعرفي يبقى عندِك زباين كتير وناس